خلينا نبارك أيضا لمنتخب المغرب، للجمهور ونبارك لأنفسنا كلنا بالفعل للجمهور العربي يعني على هذا الإنجاز الكبير، العالم الوحيد تاريخيا في أي بطولة عالمية شاركت فيها منتخبات كرة القدم، أيضا في بطولة من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم. إنجاز كبير كما ذكرت، استطاعت الإطاحة خلينا نقول بمنتخبات كبيرة. الأرجنتين يعني هو حامل اللقب 6 مرات قبل ذلك، اليوم المغرب أطاح بهذا المنتخب، غير البرازيل وإسبانيا، الولايات المتحدة، كوريا الجنوبية أيضا. اليوم يكتب اسمه من ذهب، هذا جيل المستقبل، الجيل الواعد، وهذا يبشر بالخير خلينا نقول بعدين. المغرب فاجأنا في كأس العالم الأخير، الفريق الأساسي اليوم فريق الشباب الذي سيكون بعد سنوات هو الفريق الأساسي، يحقق إنجاز لم تحققه أي دولة عربية من قبل. بالفعل يعني بعد إنجاز كما ذكرت المغرب في كأس العالم في قطر 2022 أصبحت ربما المسؤولية أكبر في المغرب، أصبح الاستثمار أكبر في فئة الشباب والمنتخب الأول. اليوم لاعبين منتخب المغرب فازوا بكأس العالم للشباب، فازوا على منو؟ على الأرجنتين 2-0، أرقام يعجز عنها الآخرين. الله عليك يا الزبيري، الله عليكم، الله عليكم. فعلا الكرة المغربية ولادة، فعلا الكرة المغربية مليانة نجوم. يا أخي رفعتوا راسنا، ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك، تستاهلون. ديما ديما المغرب. هذا الإنجاز الكبير ثمار مجهود كبير وعمل كبير لسنوات على هذا يعني على هذا الجيل الجديد، أيضا الثقة الكبيرة التي وضعتها الاتحاد المغربي لكرة القدم، الأكاديميات أيضا الرياضية التي تستثمر بكل قوتها وبكل طاقتها للرياضة وبالأخص لكرة القدم. هذا المجهود الكبير اليوم والثقة بالكادر الفني والقيادي، لأن اليوم نرى أن معظمهم يكونوا من محليين وليس كوادر أجنبية، وهذا يعطي ثقة أكبر لمنتخبات ربما عربية أخرى، أنه بعض الشيء يكون هناك نوعا من الغيرة ربما للثقة بالفعل. شكرا للمنتخب المغربي اللي فرحنا كثير، والله جمايل المنتخب المغربي علينا بصراحة كبيرة. احنا بحكيكم، احنا بالوطن العربي فرحتونا بكرة القدم بكل شيء، النتائج، الأداء، الأسماء، النجوم. ألف مبروك، هذا الإنجاز الرائع الكبير المستحق. النهارده المغرب محققه فوز عالمي، ما ينفعش نقول غير كلمه عالمي، وما ينفعش نقول لهم مبروك، هم خلاص عدوا كلمه مبروك. احنا متعودين ان احنا نشوفهم كده خلاص بعد اللي حصل في كاس العالم اللي فات، متعودين نشوفهم بيفوزوا بيصعدوا، فالصعود ده بالنسبه لهم ما بقاش مشكله، عكس الثقافه اللي عندنا تماما. بس المهم نصعد، المهم ان احنا نبقى جوه. طبعا بنهنئ الاخوه المغاربه على الانجازات المتتاليه والمتواليه لجميع فرقهم، سواء على المستوى المنتخبات او مستويات الانديه. المغرب بتعيش بتعيش فتره من ازهى فتراتها، انجاز عظيم جدا طبعا، وعلوها على اي منتخب عربي او اي منتخب افريقي يدخل في البطولات القادمه. فتحوا سقف الطموحات للجميع. الحدث في قطر بيعاد تاني من جديد مع فريق ال20 سنه. اول كذبنا عليكم، كنتوا باغينه، حنا كنا باغينه. الحمد لله ربي الحمد لله ما كيخيبش اللي كيخدم، وكنبغي نشكر عائلاتنا كاملين، كنبغي نشكر الجمهور وكنبغي نشكر السويبي على هذه الخدمه الكبيره والصاف ديالو اللي صاروا علينا. هنيئا لنا جميعا، هنيئا للشعب المغربي، وهنيئا للأمة العربية والأفريقية بهذا الانتصار التتويج العالمي. المنطلق الأساسي هي الأكاديمية نتاع محمد السادس، اللي اليوم الحمد لله تتفرخنا سنة بعد سنة، أبطال هم أبطال العالم، ومازال إن شاء الله أكاديمية محمد السادس غادي تبقى هي المشتل لكرة القدم المغربية، سواء في التكوين وتكوين الأطر. واليوم إلا كنا كنحققوا الألقاب بأطر مغربية، السي محمد هو بإطار مغربي خضع للتكوين تاعو وتأقلم داخل المسالك الكروية المغربية. منتخب المغرب رسميا بطلا لكأس العالم للشباب، أسود الأطلس فعلوها، من حق
كل المغاربة أن يحتفلوا وأن يفتخروا بمنتخبهم بأسودهم، ومن حقنا نحن كعرب أن نفتخر بالمغرب. بطل على الأرجنتين، واجهوا كل الفرق، واجهوا كل مدارس الكرة وتفوقوا على كل المدارس ليتوج المغرب بطلا. فعلا أبطال، فعلا أسود، شرفتوا الكرة العربية، وصلتوا للعالمية. ليس هذا أول إنجاز، بل دائما المغرب تكتب الإنجازات في كافة الفئات السنية وفي كافة حتى لاعبيها وتصديرها للاعبين العالميين على مستوى العالم. سيطرة مغربية على العالم، فخر وعز وديما مغرب. اصحوا يا ناس، اصحوا يا عالم، المغرب بطلة العالم لأول مرة في التاريخ بعد فوزي على المنتخب الأرجنتيني بهدفين دون رد. اصحوا يا عالم، اصحوا يا ناس، المغرب بطلة العالم. اي والله، اي والله ان المغرب بطلة العالم. المغرب فخر العرب، لا تقول لي ولا اقول لك. او مش متابع او كنت نايم، فاللي قدامك دي لحظه تتويج منتخب المغرب تحت 20 سنه بكاس العالم للشباب. اقسم بالله بكاس العالم للشباب. دي لحظه تاريخيه في حياتنا وفي حياه الجيل ده، انه اول منتخب عربي يفوز بكاس العالم في المرحله السنيه دي. لحظه تتويج المغرب بالكامل واهداف المغرب ضد الارجنتين، وكمان بث مباشر لكل المباريات هتلاقيها في اللينك اللي في البايو. ما شاء الله عليهم، يعني المغاربه بيعيشوا ازهى عصورهم الكرويه. 2022 رابع عالم، منتخب اول تحت قياده وليد الكراك، ثالث اولمبياد تحت قياده طارق السكتيوي، النهارده بطل مونديال الشباب مع محمد وهبي. مع 3 إنجازات في أقل من 3 سنين، 3 مدربين وطنيين. كتب المنتخب المغربي للشباب اسمه في صفحات التاريخ بعد تتويجه بلقب كأس العالم لأقل من 20 سنة كأول منتخب عربي وثاني منتخب إفريقي بعد غانا، متفوقا في النهائي على المنتخب الأرجنتيني. هذا التتويج يجسد مسارا استثنائي لأشبال الأطلس في البطولة بعد تفوقهم على مدارس كروية عريقة مثل إسبانيا وفرنسا والبرازيل، ليختموا مشوارهم بانتصار تاريخي في النهائي على الأرجنتين. المغرب أثبت من خلال هذا الإنجاز أنه تجاوز مرحلة المشاركة المشرفة ليصبح منافسا حقيقيا على الألقاب العالمية بفضل الرؤية الطموحة والتخطيط المحكم في تطوير الكرة المغربية. هذا النجاح لم يأتي من فراغ، بل كان ثمرة عمل قاعد متواصل من الجامعة الملكية المغربية، واليوم تجني ثمار عملها بتتويج عالمي بلقب كأس العالم للشباب، والذي يعد من أعظم إنجازات الكرة المغربية على مر التاريخ. شاركونا رأيكم وآرائكم من خلال التعليقات.